الكلام ده؟ انا اسلوبي ان انا باخد وبخلي بالي كويس جدا واناني جدا لمصلحه النادي والله بتاعي. لمصلحه ناديك، فاهلا بالانانيه. ببقى اناني جدا. اهلا بالانانيه. لو كنت انا بقول لك، مصلحة النادي انا المصري. اقول لك مثلا ان هو راح الاهلي عشان هيبيع احمد الشناوي. لو النادي الاهلي النهارده حط لي شيك ب 30 مليون جنيه، بس الاهلي هرفض. طلب احمد الشناوي فعلا. ما كل انديه مصر تطلبه. لكن هو ما فيش فكره انا معينه. واضح جدا في هذا البناء. لو النادي الاهلي اداني 30 مليون جنيه في احمد الشناوي هرفض ان هو ينتقل لاحمد الشناوي. لكن لو جالي عرض احتراف لاحمد الشناوي خارج مصر هقول اوكي لاحمد الشناوي. طب هتاخد السبب الرئيسي بالنسبه للاعبين، انا واضح جدا ان انا داخل في منافسه مع النادي الاهلي. ومش اول مره، انا كل سنه بخش في منافسه مع النادي الاهلي ومع الزمالك ومع انديه مصر. بخش اقعد اللاعب كذا. فعلشان الانديه الثانيه ما تزودش علينا حبيت احط النقط على الحروف. ودي يا طب وايه جماعه، المشكله في كده يا جماعه؟ ايه المشكله في كده؟ ده برستيج النادي المصري. انا بحاول النادي المصري اخلي ليه برستيج ومكانه كبيره جدا بين الانديه. من امتى النادي المصري كان بينافس النادي الاهلي؟ لا، انا بنافس، بقول لهم هتاخدوا ده انا هاخد ده. بعض مستر كامل، انا هقول لك راي بعض الجهلاء في عالم كره القدم، ان المصري بيحب بورسعيد بتحب الزمالك، فييجوا يلعبوا مع بعض يبقى المصري ايه، هي يعني الماتش مش هياخده بهذا الحماس، وانه لو قدر ما يعني يتعادل او يتغلب من الزمالك يبقى كويس. ده كلام طبعا كلام عجيب جدا. ما فيش حد بيحب حد اكتر من نفسه. في جماهير زملكاويه كتير جدا في بورسعيد، لكن جماهير بورسعيد عاشقه للنادي المصري، عاشقه عن حق للنادي المصري. ونحن الدوله الوحيده اللي في العالم يعني ما تلاقيش مثلا في فرنسا مثلا ان بتوع ليون بيشجعوا باريس سان جيرمان، الا في مصر اهلي صنفونا اهلي وزمالك. انا يا جماعه انا مش مصنف، انا بورسعيدي وبحب النادي المصري واتمنى وعشان كده احنا بنشتغل دلوقتي وهنشتغل على المدارس السنه الجايه بحيث ان الجيل الجاي كله في بورسعيد ان شاء الله يكون كله للنادي المصري وينافس على تنافسوا على بطوله. انت مستعد زي ما الخبر قايل انك تروح للفيفا في حاله لو الامور ما جاتش لصالح النادي المصري يعني؟ والله العظيم وهاخد حقي في خلال اسبوعين، وصدقوني لا ماشي لازم الناس تصدقني كويس جدا ان انا لو قعدت هناك اسبوع في زيورخ انا هجيب حقي وانا راجع. ده ليه؟ لا ده يعني عشان على اساس ان انت تحمل الجنسيه السويسريه ولا؟ لا مش هتعمل الجنسيه السويسريه، عشان انا معايا الحق وعارف كويس جدا الابواب اللي هروحها وعارف هكلم مين وهجيب منين وعارف الحاجات كلها. يعني كابتن سمير زاهر فضل مصلحه النادي المصري على مصلحه منتخب مصر مثلا؟ لا ما فضلش المنتخب. امال ايه يعني؟ لا ما فضلش. امال ايه؟ لان انا لو هتخليني بقى اتكلم بصراحه اكتر شويه يعني. اتفضل. طب ما انت عندكم مانويل جوزيه، عنده بدائل ثانيه. هتمول المنتخب انت وانت رجل. لا استنى، انا مستعد كواحد من رجال الاعمال في مصر ان هو ممكن يساعد في جزء من مرتب المدير الفني. طب هو مرتب هذا الكلام مفيش مشكله، نحط 4 5 6 مع بعض ونساهم ده. لكن يا جماعه بصوا، انا عاوز دي اللي عامله احتقان في الانديه الشعبيه والانديه اللي هي غير الاهلي والزمالك. مش عاوزين كل مره نيجي على الانديه الغلبانه دي يعني انت تفكر ازاي. انا بامانه عشان انا مش صاحب قرار في هذا الكلام، لكن مسؤول على النادي البورسعيدي النادي المصري. انا بدافع عن حقوق النادي. انا بقول ان طلعت يوسف هو المدير الفني ولن نتنازل عنه حتى لو كان للمنتخب، لان برضه بلدنا مهم جدا وبلدنا دي جزء من مصر وبلدنا دي عاوزه حاجات كتير جدا، واحنا كلنا موجودين عشان اسعاد هذا الجمهور وان احنا في الاخر نقدم شغل على مستوى عالي علشان بعد كده الاجيال القادمه ان شاء الله تعرف ان في النادي المصري كان في اداره بتدافع عن حقوق هذا مستر كابتن. احنا لو بنفكر النهارده صح، انا بقول لك ان لابد ان هذه الانديه كلها تتحول الى شركات مساهمه. خلاص، والشركات المساهمه ديت بقى اعضاء مجلس اداره، ومجلس اداره ممكن يشال ممكن يتحط، ويكون الموضوع فيه شفافيه كبيره جدا. واحنا عاوزين نطلع بمنظومه لقدام. زي بقول لك انا مش شايف يعني ما فيش دوله في العالم من الدول المتقدمه رياضيا خصوصا في مجال كره القدم الا ماشيه بهذا النظام. بالظبط. يعني انت عندنا كذا فكره بنعملها عشان المستقبل. المستقبل ان النادي لا يعتمد على شخص واحد. وده حاجه مهمه جدا. ممكن احنا هنشوفه ان شاء الله عندنا البدايه بتاعتنا من السنه دي. طيب. من الموسم السنه دي الرياضيه داخل النادي لمده لكذا سنه قدام بالحاجات اللي احنا عاملينها. ما كل حاجه ما بيجيش في يوم واحد.
يعني احنا ابتدينا في النادي ما كانش في حاجه خالص. النهارده في سيستم، النهارده في نظام، النادي كله كمبيوترايز، النادي كله متنظم جدا من جوه. عندنا اداره بتدير النادي، عندنا مدير نادي. انت بتصرف من جيبك مثلا، انت بتصرف من جيبك على طبعا. بص البدايه طبعا يعني انت هتفضل تصرف من جيبك على طول على النادي المصري. ما ده اللي بعمله دلوقتي بحيث ان يعني اي حد في الموقع بتاعي من البدايه كان هعمل نفس الكلام اللي هو عاوز نجاح النادي. امال ليه بيقولوا لا انا هقول لك على ايه. انا الوضع عندي مختلف خالص، وانا يمكن اول حاجه انا ماليش اي مصلحه ببورسعيد. انا عارفه يعني ماليش اي شغل ببورسعيد، ولا عاوز ارض ولا عاوز دار زي اي حاجه، ولا هدف سياسي ولا اي شيء خالص. انا دخلت والتزمت بالكلمه بتاعتي والتزمت بالعمل اللي قمت بيه، ان انا بحافظ على كيان النادي وحقوق النادي وانقذه من اللي هو الورطه اللي كان فيها. الحمد لله وضعنا النهارده اصبح وضع يعتبر شبه مثالي. لكن احنا طبعا نبص لقدام، مش عاوزين نبص لورا. انا كل مبلغ اتدفع داخل النادي من جيبي الخاص انا من البدايه متبرع بيه. وداخل جوه سجل النادي ان هو تبرع. ولا شيكات ولا ده ولا اي شيء خاص. انا بوضح بس المصري والنادي الاهلي عايزين نعرف طبيعه التوأمه عباره عن ايه؟ هي التوأمه هتكون في جهاز الناشئين، يعني او معنى صح قطاع الناشئين. احنا عاوزين نستفاد من خبره النادي الاهلي، عاوزين نعمل منظومه كويسه. النادي الاهلي عنده منظومه محترمه هتبادل الخبرات فيها، و بحيث ان ده تفيد اصلا القطاع عندنا، لان احنا هدفنا السنه دي فعلا النهوض بهذا القطاع. اهم الصفقات اللي مستر كامل ابو علي حاطط عينه عليها وباذن الله هنشوفها بترتدي في نادي النادي المصري الموسم المقبل. هو اهم الصفقات طبعا ما اقدرش اقول الاسامي خالص، لكن هو انت عارف انا بشتغل دايما في السريه. والحاجه الثانيه برضو ان انا بشتغل باعصاب هاديه السنه دي، لان ما عنديش حاجه استعجل عليها، لان الفريق عندي فريق كبير، فمحتاج يمكن صفقه او صفقتين مميزين جدا. فان شاء الله ربنا يوفقنا ونحقق الطموح. يعني احنا عارفين عاوزين ايه، لكن هو محتاج يمكن شويه شغل، واكيد ان شاء الله هنفوز بالصفقتين دول.